دلوقتي في العربية دي محتاج تركب انهي نوع كاوتش. خلينا نبص هنا هنلاقي اهي 195 65 15 91 في اسم الشركة ناما. على فكرة العجلة دي محترمة جدا، بأمانة محترمة جدا. نبص على العجلة من ورا 185 65 15 88 اتش، ودي هانكوك. وعلى فكرة تاريخ الانتاج بتاعها قديم شوية. ماشي ممكن سنة 21 تقريبا، انا مش فاكر اوي، بس هي فردة محترمة. مشيت معايا رقم كبير، عدت 100. يا سيدي هتدخل معايا على الموقع ده، وهنبتدي نحسب كل حاجة احنا محتاجينها. ماشي، اول حاجة سايز 1 اللي انت شايفها دي، ده كده المقاس الاوريجينال اللي بيجي من المصنع لعربيتك. سايز 2 هو المقاس التعديل اللي انت عايزه لعربيتك. فاحنا هنا 185 ده عرض الفردة، 65 ده نسبة ارتفاع السايد وولز من عرض الفردة، هي نسبة مئوية. تمام. 15 ده الجنط او القطر الداخلي. 195 65 15 ده مقاس مناسب جدا لرينو لوجان، وبصراحة محترم جدا، بيوفر معايا بنزين وكل ده هثبتهولك دلوقتي. اول حاجة الديامتر. ماشي، قطر الفردة زاد 2%، بمعنى تاني زاد 13 ملي، يعني العربية اترفعت من الارض 6 ملي ونص، اقول 6 ملي ونص تحت و6 ملي ونص فوق، فالدنيا تمام يعني. ماشي، انما العرض زاد 5.5%. تمام، ف5.5% حلو، مش وحش. ماشي، السايد وول زاد برضو 6.5. ماشي، السيركم ده حجم اللفة بتاعة العجلة، وده هشرحها لك دلوقتي. ماشي، الريفز اللفات في كل كيلومتر. في العجلة الأوريجينال كان عشان العجلة تمشي كيلومتر واحد بتمشي 513 لفة. في التعديل الجديد هتمشي 502، ده عدد لفات أقل، ناقص 11 لفة. فده هيفيدك انت ليه؟ هيوفر معاك بنزين، وانا بصراحة لقيته موفر معايا في 100 كيلو، موفر معايا لتر بنزين، فحاجة كويسة جدا الصراحة. دي بقى كده المقاسات اللي هنتكلم عنها. انا عايزك تبقى شايف حاجة واحدة بس، وهي ان انا هكبرها لك شوية كمان. ماشي، الفرق ما بين رقم 1 ورقم 2 مش بس هيبقى في العرض، ولكن في نقطة التلامس. ماشي، ودي حاجة مهمة جدا عايزك تركز فيها، بأمانة مهمة مهمة مهمة. لو رسمنا مربع على نقطة التلامس في رقم 1، نعتبر ان هو ده، وهنرسم اول حاجة في رقم 2 هو العرض، هنلاقي ان العرض زاد سنتي، ونقطة التلامس بتاعته زادت ما يقارب ربع سنتي. ماشي، فبقت
الجزء اللي لامس، تمام، اللي لامس الطريق الاسفلت، ماشي، بقى اكبر. ده هيخليك تستفاد بايه؟ ده هيخليك تستفاد بايه؟ هيخليك تستفاد باول حاجة وهي الفرامل. نقطة تلامس اكبر، نقطة تلامس اكبر معناها تماسك اعلى، ماشي. طب الحجم الاعلى، الطول الاطول، ده في فرق هنا ما بين الاتنين، ماشي، هيفرق معاك في البنزين وعدد لفات موتور اقل. انا سرعة 100 عندي على 2800 ار بي ام، مش على 3000 ار بي ام، ماشي. طب ادي كده، ده اول حاجة. ده المقاس اللي انا افضل ان انت تجيبه لو هتغير فردتين بس، ماشي. هو 195 65 15. طب انت عايز تعدل بقى، تعالى اقولك على شوية حاجات نعدل بيها. ده كده يعتبر مقاس تعديل، ماشي، زي ما انتوا شايفين اكبر ب3 سنتي، ماشي. ده هيتفسر معانا في قوة فرامل. وريني كده الديامتر الوايدز. قوة فرامل زيادة 32% قدام و20% تقريبا ورا، فهتبقى تحفة. بس العجلة دي هتبقى انشف، لان زي ما انت شايف الوول بتاع اللي يعني جناب الفردة هتبقى ارفع، فهتبقى انشف معاك، خلي بالك، ماشي. لكن هي نفس مواصفات الفرقة، بالعكس انت استفدت بالعرض وبالثبات، بس مش هتستفاد ولا بنزين ولا بأي حاجة. طب واحد هيقولي طب ما 55 زاد عن 3%، وعلى فكرة يعتبر رجع السايد وول لنفس مكان يعني. دي كده هتوفر معاك بنزين اكتر، بسم الله ما شاء الله. بس عشان تبقى عارف، ادام جاب لنا ان هنا في فرق تانية بنفس المقاس ده، يبقى الحمد لله فيه. بس كده تمام. انا عايز اقولك على حاجة بقى عشان تبقى عارفها انت. 215 هيركب ورا، لكن 205 هيركب قدام، لان على حسب العربية دي ما بتزيدش عن 205 قدام. يعني ادي 205 في منها كاوتش، في كاوتش، فانت هتركب ورا 215 وهتركب قدام 205. تعالى بقى كده شرح سريع. الديامتر هو القطر بتاع الفردة، اللي هي الكلمة دي. ده كده القطر بتاع الفردة، ماشي. الوايدز هو عرض الفردة. السايد وول هو جناب الفردة ما بين الأرض وما بين الجنط، تمام. السيركم هو محيط الفردة تقريبا، لو أنا فاهمها صح. الريفز هو عدد اللفات في الكيلو المتر الواحد. حاجة تاني عشان انت برضو تبقى فاهمني، ما ينفعش مثلا انها تزيد معاك لاكتر من 3%، عشان لو عندك يبقى في العربية عندك الموضوع ده مش هيبقى كويس. لازم تغير ال4 فرد، ولازم تغير التكويد بتاع عداد السرعة، ماشي. وهتغير حاجات كتير عشان تظبط. وغير كده يعني مثلا دي اهي زائد 5% تقريبا، ماشي، عند سرعة 150 انت ماشي 157.5. ده بسرعة 110 انت ماشي 115.5. 90 انت ماشيها 95، فاهمني؟ ما تعلاش اكتر من 3%، عشان الموضوع ده هيفيدك. طب 195 ماشي،
حلوة بقى في الحتة دي 2%. ولما الفردة بتتاكل برضو بتفضل محافظة معاك على استهلاك البنزين. بص على 150 تمام، انت ماشي 153، على 90 انت ماشي 91 او 92. بس ما تنساش ان عداد السرعة عندك في العربية اصلا مزود 5 كيلو من المصنع بعيدا عن سرعة العربية نفسها يعني. بس كده، اتمنى تكون استفدت وهقولها لك تاني بسرعة. ماشي، يمكن انت جريت الفيديو في حاجة، عايز حاجة تديك ثبات شوية اكتر بنسبة حلوة وفي نفس الوقت توفر معاك استهلاك بنزين في 100 كيلو، توفر معاك لتر. هات 195 65 15. عايز حاجة تديك ثبات جامد وعندك المقدرة انك تغير الجنود تبقى تجيبها 16. وممكن برضو تعالوا نشوف 17 هتبقى ايه. ماشي، عندك مقدرة تجيب 16 تمام، 215 و205 سواء 55 او 50 16 الاتنين هيمشوا معاك. طبعا انا وريتهم لك بالفيديو. تعال نشوف ايه 17 يمشي مع الفردة دي. انا على ما اعتقد هتبقى 45 بس اهي دي 17. وبص عشان تبقى فاهم حاجة، هتزود الجنط درجة هتقلل النسبة المئوية 5%. ماشي، عشان كده هي جت معايا من اول مرة بسرعة. تمام، طب تخيل لو احنا خليناها 50 بقت زائد 4% اكبر، هيعمل لك مشاكل اكتر. ف45 تمام. وانت كده في السيف ضعيف جدا على فكرة، وفي فرد كاوتش بالمقاسات دي تمام. فالحمد لله. حاجة تاني عشان تبقى واخد بالك منها سيدي هقولها لك في اخر الفيديو يا رب افتكر. ماشي، انت هنا زاد معاك الويدز. ماشي، زاد معاك 16.5%. 16.5% دي في كل فردة، فاحنا بنتكلم عن زيادة في الفرامل، في قوة الفرامل اللي قدام 33%، وزيادة في قوة الفرامل اللي ورا ما يقارب 20%. لأن الفرامل اللي ورا بتختلف عن اللي قدام، عشان في الرينو لوجان أو أي عربية الفرامل اللي ورا عامة يعني النسبة بتبقى مختلفة. 60% قدام، 40% ورا، ساعات 40% قدام و30% في الورا. ما ينفعش تبقى 50-50 أو ورا تبقى 60 حتى. ماشي، ساعتها العربية هتعوم منك بمنتهى السهولة لو قفشت. ماشي، فاحنا بنتكلم في قوة فرامل أعلى، ومش فرامل بس، ثبات. الثبات يا جماعة أهم من أي حاجة. ليه الفيرنا اتشهرت بأنها التابوت؟ تمام، عشان كاوتشها رفيع جدا. نفس الكلام على النيسان صاني البيزك. ماشي، برضو كاوتشها رفيع. بس كده. نقدر نعمل ايه تاني؟ الحاجة بقى اللي افتكرتها بالنسبة للكاوتش، هتعمل كده يا معلم، سيركل بلاك سيركل. ماشي، وهتدخل تكتب انا عايز 215، عايزها 55 16. ماشي، وهتعمل كده تمام. يعني طلع عندك فرد بقى. ماشي، يعني الحمد لله المقاس ده متوفر في مصر. ادام انت عايز تعدل ماشي، يبقى لازم تعمل الحركة دي لان في مقاسات مش متوفرة. ماشي، طب 125 45 17 ماشي موجود، بس
تخيل الفرق، بس ان انا اعرض سنتي كمان كلفني 5000 جنيه زيادة. ماشي. 195 بقى بصراحة ميزتها انها مش غالية عن 185، وتحفة في الحتة دي. ماشي، يعني انا جايب الفردتين الناعمة ب2100. ماشي، جود رايت حلوة، بس خلي بالك بتتاكل بسرعة.